هاي جايز، هاي بيبي، احنا من اليوم مدلوعين خلاص. انتوا دايرين ليش حبسوا احمد وحكموا علي بالاعدام؟ قال لك لانه قتل. القضيه كلها طلعت فقط قتل، نزاع مسلح، هذا كان مسلح وهذا كان مسلح، وقع قتله خلاص وحكموا علي بالاعدام. باي بيبي، ليش قتله؟ طيب عاد به ممثلين لعنهم الله الى يوم الدين وقنوات تضامنوا مع الممثل الخطير في 2020 وقت القضيه. بدل ما يطلعوا ايش الخبر ويتضامنوا بالحق، لعنهم الله الى يوم الدين واحرق كرتهم ان شاء الله. ما عاد انا قايلها انا يعني. طيب ليش قتله؟ واي ليش قتله؟ شهود عيان ومنصة الحارة وتحقيقات وكل شيء بيتكلم انه فحصوا البنت وانه حصل كذا كذا واحتبس على قضية زنا. مش زنا، الزنا هو يجي من رضا الطرفين. اقنعوني ان البنت الطاهرة العفيفة الشريفة هذا الذي مدوي الاحتياجات الخاصة وعندها خلل في الدماغ ومعاقة وما تتكلمش اني تزني. اقنعوني يا شباب وانا اخرج الضمن الان مع المغتصب واطالب باعدام هذا البنت المسكينة، لاني شكلها بزت الرجال يعني، ولا شقتها وربطته وضربته واغتصبته، وهو قال لها اني اخاف الله رب العالمين. يرجعوا النبي الان نطالب باعدام البنت المسكينة. المعذرة منكم يا شباب، والله ما قصدي اضحك واني ميت غلب وما رقدت، لكن جر البلية ما يضحك. يعني انا وقال لك اقنعهم انه مش هو متزوج. كيف صدقوا؟ انا ما جاري، يمكن حلف لهم وصدقوا. يعني دولتنا الان بتدري كيف صدقوا، ما ندري. دولتنا الان بتدري بالجريمة قرأ يا جدعان، تدري بالجريمة قبل ما توقع. يعني عادك بتفكر تسرق تشيل لها مكان الجريمة، توصل واحد ماسك صحيفة، واحد بيكنس مجنون ويمسكوك، تقول له ما تهمتي، يقول لك كنت تفكر تسرق. يعني دولتنا العظيمة الآن في صلاتي على النبي. أي نبي بيخرجوا فيديو إنك قد سرقت وأنت عادك ما سرقت، بس قد معاهم فيديوهات إنك كنت قد سرقت. يعني على من كذب أنا والله ما أنا داري. وكيف يقنعهم إنه مش متزوج، وكيف خلوها زنا ما داري. هل أنتوا تقتنعوا إن اسمعوني، إذا كان على الاغتصاب إن أنا أقدر أحول قضية الاغتصاب إلى زنا ويجلدوني ويخرج من غدوة، أي بنت تعجبني حرام لفرشها وسط الشارع. استغفر الله العظيم، قرع يا جدعان، استغفر الله. بعد يجلدوني لا ما يقرحوه، أمانة استغفر الله العظيم. الله يستر علينا دنيا وآخرة ولا يبلانا. أنا نطالب بفتح ملف القضية من جديد وإعادة ملابسات القضية. هذا المجبر يعني ما يرضيناش أبدا.